شقبة تجمعنا مبادرة ينفذها مجموعة من الأشخاص في قرية شقبة غربية رام الله منذ العدوان على غزة لتقديم الإغاثة إلى أهالي القطاع. غير أن المبادرة تحولت إلى نشاط دائم يستهدف خدمة القرية وأهلها. وفي عيد الأضحى يعمل الشبان على تنظيم السير في القرية التي تفتقر لطاقم شرطة لأنها تقع في المنطقة جيم حسب اتفاق أوسلو، إضافة إلى زيارة كبار السن واطلاء جدران شقبة وتنظيف شوارعها. المزيد مع جهاد بركات. لأيام العيد هنا في شقبة طعم خاص بنشاطات مجموعة شقبة تجمعنا، وإحداها زيارات العيد، زيارات يخصون بها كبار السن، وعند هؤلاء يجدون معنى العيد بالأحاديث التي تعيدهم إلى الماضي. أيام عيد زمان أيام حقيقية بقوا لهم 500-600 نفر في دارين حوشين 3 جل البلد. اليوم بتلاقيها مفروضة على 3-4 كيلومتر جل طريق، وهذا تلك الساعة هو سنة وتلك معه مرة، وهذا الموجود عادة عن أيام زمان اللي نصهم هالكيتي برا، أولاده برا، عياله برا. وطيلة أيام العيد تواصل هذه المجموعة نشاطات التواصل الاجتماعي. في العيد بنقوم نشاطات اجتماعية، بنزور كبار العمر ويعني بعض الاختيارية بخلفون عن أيام زمان كيف كان العيد وكيف اليوم. لكن النشاطات التي تأخذ الجهد الأكبر هنا وسط بلدة شقبة غربي رام الله. قبيل العيد بدأوا بطلاء الجدران بالأبيض وتزيينها بأعلام فلسطين، والخطوة الجديدة طلاء بوابات المحال التجارية بلون واحد لتصبح شقبة أجمل كما يقولون. أما النشاط الأهم بالنسبة لهم حملة تنظيم السير، فالبلدة تقع بمنطقة جيم والتي تفتقر للشرطة وتعاني من المركبات غير المرخصة. حملة تنظيم السير في داخل البلد لكثرة السيارات المشطوبة عندنا في البلد بعدد مش طبيعي وفيش شرطة، ولأن كوننا بعاد عن مركز المدن فيش شرطة، وطلبنا كثير في شرطة وما لقناش حدا يسمعنا، فحاولنا نكون بديل احنا عن الشرطة هان للضرورة القصوى يعني. وبعد حملة السير نظمنا حملة شقبة نظيفة وبيضاء اللي هي الجزء الأخير منها اللي هو دهان اللي شايفينه انتم اليوم. المجموعة التي بدأت على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تتألف من 15 دائمين وكثير من المتطوعين، والعدوان على غزة كان البداية بجمع تبرعات لإغاثة القطاع، وذا كما كان دفعة لكثير من النشاطات. العمل يحتاج لبداية وتحفيز، فهذه المجموعة بدأت عملها بحملات إغاثة غزة، وهي بلدة شقبة أجمل بالفعاليات المستمرة منذ ذلك الحين لمجموعة شقبة تجمعنا. جهاد بركات، فلسطين اليوم، من بلدة شقبة غربي رام الله، فلسطين المحتلة. ومتابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا من رام الله السيد عدنان أبو عوض، أحد القائمين على مبادرة شقبة تجمعنا. حياك الله سيد عدنان، وكل عام وأنت بألف خير. هذا أولا. ثانيا، البداية من قطاع غزة تضامنا معه وصولا والعودة إلى قرية وبلدة شقبة، يعني هذا التحول هل هو من حملة إلى جمعية يمكن القول؟ كل عام وانتم بخير للجميع، بألف خير. ونتمنى ان شاء الله ان ينعاد العيد القادم والشعب الفلسطيني بألف خير، والقدس العربية ان شاء الله متحرر ان شاء الله يا رب. اما بالنسبة للحملات اللي بنكون فيها احنا، البداية كانت من حملة إغاثة أهلنا في غزة، وأما شفنا احنا في تجاوب كبير جدا من الشباب، فأسسنا مجموعة شقبة تجمعنا على الفيسبوك، وبدأنا عملنا الميداني. نعم، يعني عملية طبعا بحد ذاتها المبادرة هي بحاجة إلى أموال، إلى دعم مادي. نتحدث اليوم إلى محاولة أخذ زمام المبادرة بتحسين البلدة، ولكن ماذا عن الدعم المادي؟ من يؤمن هذا؟ من هي الجهات الداعمة لهذا المشروع؟ بصراحة بنقول انه بشكل جميع الحملات اللي بنكون فيها تحتاج الى الدعم المادي، وعندنا الحمد لله شباب الخير كثيرين، وعندنا المتبرعين
يعني بس بدهم واحد يبادر ويسألهم في هذا الموضوع، وهم بكسروش والحمد لله رب العالمين. فجميع حملاتنا بيكون على رعايتها واحد من رجال الأعمال من داخل البلد. التواصل مع السلطة كجهة رسمية لتحسين أكثر في هذه البلدة، هل يمكن القول بأن السلطة ابتعدت كليا عن هذه البلدة، وبالتالي أنتم بتم يعني بالفعل الجهة التي تعمل على القيام بمهام السلطة، وتكمن الصعوبة في التعاطي مع الاحتلال أيضا بذلك؟ والله بصراحة احنا بنقول مع كل أسف احنا كوننا بعيدين عن مركز المدينة أو مركز القيادة على الخط الفاصل، من مهمشين، يعني نقدر نقول مهمشين من بأكبر، مش عارف شو أجيبها، يعني المهم مهمشين. فإحنا قمنا بسد الثغرة أو قمنا بعمل الشرطة وبنسد محلهم إن شاء الله. نعم، أشكرك على كل ما تفضلت به سيد عدنان أبو عوض، أحد القيمين على مبادرة شقبة تجمعنا، كنت معنا من رام الله، شكرا لك.